دي اول بطيخه اجيبها الموسم ده، فعايزاكم تخمنوا كده وتقولوا لي في الكومنتات قبل ما افتحها يا ترى هتطلع يعني تمام ولا اي كلام. طبعا البطيخ ده حظوظ، هسمي الله كده ولاني متحمسه جدا ان انا افتحها. مش عارفه افتحها كده ولا افتحها كده، بيتهيألي افتحها كده، مش مشكله مش هتفرق. بسم الله الرحمن الرحيم كده هفتحها معاكم ونشوفها مع بعض دلوقتي. يعني انا حاسه ان هي ان شاء الله ان شاء الله تطلع حلوه. هو البطيخ ممكن في الاول كده اول لما بيظهر ما بيبقاش حلو قوي، فالموضوع للاسف بيبقى حظوظ. فانا عايزه اشوف كده عشان لو طلعت حلوه فهو ده كده هيبقى عشايا. بطيخ يعني ايه؟ يعني عيش فينو، يعني جبنه حادقه او جبنه بيضه او جبنه تركي، المهم سندوتشات بقى كده جبنه مع بطيخ. فلو طلعت حلوه هسقعها كده شويه واقطعها واعمل جنبها ايه سندوتشات. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نشوف كده. بسم الله بسم الله بسم الله. يعني بصوا هي حمرا، بس البطيخه المفرغه دي انا بصراحه مش بحبها قوي. مش عارفه ليه، يعني بحس ان هي ممكن تبقى مخوخه سنه، بصراحه مش عارفه. فنخلينا نحكم بالطعم بلاش بالشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع حته من النص كده عشان النص ده بيبقى احلى حته في البطيخه. بسم الله الرحمن الرحيم وهندوق هيبان. بس انا بصراحه لا، مش هي دي البطيخه اللي بتعجبني. البطيخه اللي بتعجبني بيكون ليها مواصفات تانية خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا استنوا. هديها 5/10. مش مسخة ومش مسكرة قوي، مش طازة قوي، حاسة ان فيها اجزاء طرية كده. بس يلا الحمد لله هتتاكل برضو. المهم ان انا ايه يعني، مش هرميها اكيد. فبرضو هعمل سندوتشات جبنة بيضة واقطع شوية كده واحطهم في التلاجة يسقعوا حبة واروح بقى اتعشى.